السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد، هنعمل الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة جدا وطعم تحفة. معانا هنا كيلو كبدة متقطعة قطع صغيرة، ومعانا بصل ومعانا فلفل اخضر. صينية على النار فيها زيت، هنسيبه يسخن. عايزينه يكون سخن جدا. بعد ما يسخن هننزل بالكبدة اللي معانا. تمام، هنسيبها بس لونها يتغير. متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. اول بس ما نحس ان لونها اتغير معانا من تحت هنبتدي نقلب فيها بالراحه. تمام، ده كده اللون اللي وصلنا ليه. هننزل بقى بالتوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه، وهنقلب. هنشم بس معانا ريحه التوابل. هننزل معانا بفصين توم. هننزل بقى البصل، هنكون مقطعينه قطع صغيره، هننزل بيه. تمام، هنا حسيت ان البصل اللي معانا دبل. معانا هنا الفلفل الاخضر، انا بحبه كتير في الكبده. معانا هنا سبايسي ومعانا فلفل رومي. تمام كده، لو وصلتي لحد هنا هتحطي اللايك. هنا معانا بقى الطحينه، شويه طحينه حطيناها في طبق، هنحاول نخففهم بالميه. تمام، هنا بعد ما خففتها شويه، القوام بقى اللي انت عايزاه. هنحط معانا شويه كمون والملح، وهننزل بمعلقتين خل. معانا هنا ليمونه هنعصرها عليها. هنا ده معانا القوام المظبوط للطحينه، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. تمام، هنا بعد ما الكبده معانا خلصت وشلناها من على النار، جربيها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبك. متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.